من آلاف السنين على ضفاف النيل كانت مصر أرض العجائب. كل حجر فيها له سر، وكل كلمة ليها قوة. النهاردة في أصل الحكاية هنتكلم عن السحر في مصر القديمة. السحر كان جزء من حياتهم ودينهم وحتى موتهم. المصري القديم ما كانش شايف إن السحر خداع أو شعوذة، لكنه كان شايفها قوة طبيعية خلقها الإله رع وقت ما خلق الكون. قالوا إن رع نطق أول كلمة، والكلمة نفسها خلقت الحياة. ومن هنا جت فكرة إن الكلمة عندها طاقة، وإن الإنسان لو عرف الكلمة الصح يقدر يغير بيها الواقع. وده كان معنى الهيكة، القوة الإلهية اللي في الكلمة. المعابد ما كانتش بس للعبادة، كانت تعتبر مراكز سحرية مقدسة. الكهنة كانوا بيحفظوا نصوص وتعاويذ بيستخدموها في الطقوس أو علاج الناس. كانوا بيؤمنوا إن كل إله عنده هيكة خاصة بيه، حتى الملوك كل ملك عنده هيكة خاصة بيه. كانوا بيقولوا إن قوتهم في الحرب جاية من الهيكة اللي منحها لهم الإله. في مصر القديمة العلاج والسحر كانوا حاجة واحدة. الطبيب كان لازم يكون كاهن وساحر في نفس الوقت. لو حد مريض، الكاهن كان بيكتب تعويذة على قطعة من الفخار أو ورق البردي، وبيحطها في المية ويخلي المريض يشربها علشان الكلمة دي تدخل جوه جسمه وتشفيه. أحيانا كانوا بيرسموا رموز معينة على الجسم أو يعلقوا تميمة للحماية، زي ما موجود في بعض البرديات اللي كان فيها وصفات لعلاج بالأعشاب وتعويذ سحرية مع كل وصفة. يعني كان الطب والسحر عندهم واجهين لعملة واحدة. لما حد كان بيموت، الكهنة كانوا بيكتبوا له كتاب الموتى فيها تعويذ وخرايط للعالم التاني. الهدف منه إن الميت يعرف يقول الكلمات اللي هتحميه في كل مرحلة بعد الموت. يعني مثلا في تعويذة لفتح باب السماء، في تعويذة لمنع الأرواح الشريرة، وفي تعويذة بتخليه يقف قدام الإله من غير خوف. الكتاب ده كان ليه سحر من نوع خاص، مش للإيذاء ولكنه لحماية الروح بعد الموت. والسحر ما كانش محصور بس في المعابد، كان جزء من الحياة اليومية. الناس العادية كانت بتعلق تمائم على شكل عين حورس للحماية من الحسد، جعران للحظ والبعث بعد الموت. كانوا بيرسموا رموز على الجدران والأواني تمنع الأرواح المؤذية. كمان الستات كان ليهم تعويذات خاصة بيهم للحب والخصوبة، زي برضو ما موجود في برديات كتير. المصريين كان عندهم نوعين من السحر: السحر الأبيض، وده كان سحر الخير للحماية للشفاء للخصوبة للنجاح. أما السحر التاني كان السحر الأسود، وده كان للإيذاء، وده كان ممنوع. لو كاهن استخدم السحر في الشر كان بيعتبر ارتكب جريمة ضد الإله رع وبيتعاقب عليها. وكان ليهم أدوات معينة بيستخدموها في السحر، زي عصاية على شكل تعبان أو غزال، أو سكينة مرسوم عليها رموز لطرد الأرواح، وبخور وماء مقدس، وتمائم عليها اسم الإله وتعويذ سحرية. وكان لازم تتقال الكلمات بنغمات معينة، لأن النغمة دي كانت جزء من السحر. السحر بالنسبة لهم ما كانش لعبة وتسلية، لكنه كان علم. وآثار الهيكل اللي موجودة دلوقتي في النقوش والبرديات بتحكي إن الحضارة دي صدقت إن القوة الحقيقية موجودة في الكلمة. ودي كانت أصل حكاية السحر في مصر القديمة.